دولة على شفا الهاوية، يعني على وشك تنهار، السقوف الآمنة. نعم. احنا للأسف بيصل عندنا حجم المديونية ما يعادل 80% من الناتج القومي. هذا أكبر دليل على أنه البلد من فترة، الأخ بتفضل وبقول أنه من 20 سنة، احنا لا شك أنه الفترة اللي بدأ فيها الربيع العربي ابتداء من تونس كانت انطلاقة، ولكن كثير من السياسيين ومن التيارات السياسية في البلد كانت تحذر من أنه احنا راح نصل لهذا الشيء، ابتداء من اتفاقية السلام، مرورا في التحول الاقتصادي، وما بين كل فترة وفترة ظهور مفسدة هون ولا هون. كانوا يحذروا في انه الوضع البلد راح يصل لأمور قد لا تتحملها الدولة الأردنية. وللأسف الفساد في الأردن متجذر، وهذا شيء يعلمه جميع الأردنيين. كلنا يعلم في 87 عندما حدثت مشكلة بنك البتراء وكان في خسائر أو كان في يعني القضية كلفت الدولة الأردنية ما يعادل أكثر من 200 مليون تقريبا. نصف نتشعب بحديثنا. دعنا نتكلم عن العقبة تحديدا يا سيدي. نعم يا سيدي. العقبة هذه الأمور اللي حدثت في البلد انعكست على العقبة، لأن العقبة جزء من الأردن. هسه فيما يخص التحول الاقتصادي، كان بداية التحول الاقتصادي اللي هي تحويل العقبة من منطقة عادية يعني بتمارس دورها في الاقتصاد الأردني بشكل طبيعي إلى منطقة اقتصادية خاصة. هون تحولنا لقضية الخصخصة في العقبة. للأسف الخصخصة في العقبة كانت هي عبارة عن خصخصة المؤسسات الناجحة والمؤسسات اللي أصلا مملوكة للدولة، وكانت ترفد الخزينة في أموال مهمة جدا، كانت تساعد في حل قضايا البطالة. وكان في على سبيل المثال مؤسسة الموانئ قبل تحول العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة كان عدد عمالها لا يقل عن 6000 عامل. الآن عدد موظفين أو عمال مؤسسة الموانئ ما بيتجاوز 3000 عامل، وبيحاولوا بين فترة وفترة يتخلصوا من جزء منهم. موضوع الموانئ يا سيدي سنتحدث طبعا، هنالك بعض الشركات لكن قبل ذلك أنت أشرت في مرض حديثك منذ قليل عن موضوع شركة نافذة. نعم. فيما يتعلق بهذه النقطة يعني شركة أنا يعني لفت انتباهنا إلى هذه. أي نعم. ماذا على هذه القضية المهمة الآن اللي البعض اللي بيتكلم إنه في تهويل، مش تهويل، هي تقرير ديوان المحاسبة بيتكلم بس بين 2007 و2008 10 عطاءات فاسدة. هذا اللي مسكوا ديوان المحاسبة، هذا اللي اعتبروا فساد. يعني هنا مش فيش بيع الشواطئ مش مذكور، يعني السد الترابي طبعا بتعرفوا انه مات مواطنين 2 في سيول تكررت على المدينة، هذا عطاء فاسد 100% وبتنسيبات ومذكرات. هاي الوثائق موجودة معي من داخل المفوضية. تم استلام السد الغير صالح اللي ب100 عيب فني. عندك شركة نافذ، شركة يعني لا هذه الشركة هذه الشركة يعني اخترعت المفوضية مشروع لإدخال الشاحنات وعمل ساحات. يعني العقبة كأنه كان أيام ما كانت تتغذى العراق في الثمانينات ما كانتش ماشية البلد. اخترعوا ولا الضالين آمين أنشأوا هذا المشروع وقلنا خلقوا فرص عمل يا أخي. ممتاز. بنية تحتية ب8 مليون وموظفين وتأهيل وشراء برنامج ممول من الUSAID. تم شراء البرنامج من إحدى الشركات. هذه الشركة بقدرة قادر بعد مدة اللي رأس مالها المسجل لا يتجاوز 100,000 نتفاجأ إنه هذه الشركة تلزم ولم يطرح عطاء وبتنعطى لمدة 10 سنوات. مشروع أنا بدي أدخل بتفاصيل هذا التفاصيل. سندخل يا سيدي، لكن بعد هذا الاتصال معنا عبر الهاتف. ألو، فقدنا الاتصال، نعتذر منك أخت سعدية. طيب هذه الشركة نفس المستشارين القانونيين بداية بيقول لك أنها لم تعرض علينا، وأن المفوض المالي والإداري حضرته ببعث موظفين 2 على عمان بتمموا الاتفاقية مع هذه الشركة وبتم دون عرض حتى على مجلس الوزراء. هل يعقل مشروع بالملايين يلزم لشركة
هي أصلا تخصصها في البرمجيات، ما إلها علاقة في هذا الموضوع، وهي السجلات التجارية موجودة. هذه الشركة حتى من أدار عملية من موظفي المفوضية اللي أدار وفاوض الشركة في تلزيم العطاء عليها انتقل بعد شهر مدير في الشركة. هذه الشركة أكثر شركة قبل العمل فيها. أنت حكيت 2008 مش هيك؟ هذه الشركة قبل هذه الشركة كان نفس المفوضية. من الذي يقوم بهذا العمل؟ كان نفس المفوضية هي اللي بتقوم بالعمل. استلمت الشركة تسجلت في 13/2/2007 برأس مال 100,000 لغايات التجارة وتسويق البرمجيات فقط. تم تعديل ب 6/10/2008 وأضافوا بند الخدمات بعد عام من التلزيم. بعد عام من التلزيم تم التعديل. تخيل هذه الشركة كانت المفوضية تتقاضى دينار ونص عن كل شاحنة، تمام، داخلة. الشركة رفعتها ل6 دنانير إذا كانت باتجاه الشاحنة، وباتجاهين 12 دينار. ما قام برفع الأسعار هاي الشركة نفسها. الشركة تخيل الشركة المفوضية بس بتأخذ 15% من الإيراد. في 2009 إيرادها وصل تقريبا ل 5 مليون. 5 مليون. هل يعقل شركة 100,000 برمجيات وبشتري منها البرنامج ممول من USAID؟ فوق هيك بظل حق البرنامج إلها، وأنا برجع بشتري منها بعد 10 سنوات. 10 سنوات بأي حق تلزم هذه الشركة؟ الكلام يقال إنه هذه أو مديرة الشركة نعم هي على صلة قرابة برئيس وزراء سابق وكان رئيس مجلس مفوضية في العقبة وبمتنفذين كبار في الدولة. هذا يحتاج إلى جواب واضح. هذه الشركة موظفينها حتى طبعا 14 مصرف أيضا كان مفتوح أيام المفوضية. نعم. الشركة خفضت عدد الموظفين و3 مسارب فتحتهم. نعم. يعني فعليا هذه كانت زي ما بيقولوها البعض بيتكلم فيها إنها هدية الخال لابن أخته. خلينا بصورة أوضح، إنها كانت هدية الخال لبنت أخته. هاي الشركة اشترطت إنها تظل مالكة في نظام المحوسب. استلمت ساحات وموظفين مدربين وبنية تحتية ب8 مليون. هذا سؤال كبير، من المسؤول؟ هون عندك هاي المذكرات موجودة إنها لم تعرض. من المسؤول يا سيدي؟ المسؤول يسأل عنه الآن رئيس المفوضية. رئيس المفوضية الحالي أمامي وأمام جمع من أهل المدينة ذكر أنه جلس على الكرسي الذي يجلس عليه اللصوص، وقال بالحرف الواحد هذا الكرسي جلس باعترافه الشخصي، باعتراف الدكتور كامل محدي. وهذا المحدي طبعا قال هذا الكرسي جلس عليه ناس مدت ايده. يا دكتور كامل هذا الكلام لا يكفي، اما انك غير دقيق في المعلومة واما ان نرى منك تقديم ملفات اللي مدوا ايديهم اذا كان كلامك صحيح لمكافحة الفساد. طلبت منه هذا الكلام. هذا الكلام نعم حكيته وانا ذكرت له. قلت له هذا الكلام ما كان الرد. الرد الله اعلم عاد الان ما في رد. ما في رد. في قضايا كثير في العقبة تذكر لكن ما في رد. كله يؤملك زي ما اقول لك ونؤمل الآتي فيقسو المقبل. هذا اللي حاصل فينا. بتناقش معالي دولة نادر الذهبي لما كان رئيس مفوضية في العقبة، وهو بالمناسبة صاحب شعار لننثر الرمال ذهبا، وبالفعل في عهده نثرت غبرة الفوسفات على هذه المدينة. طيب. واستنشقتها الناس. هذا طيب. أنا أريد يعني توضيح بسيط طبعا وتفصيلي للمشاهد حتى يفهم هذا الكلام الذي طرح على لسانك طبعا أنت، وأنت تؤكد أن هذا الكلام بداية يا سيدي العزيز بأن هذه الشركة التي هي اسمها شركة نافذ والتي جاءت هي بداية للبرمجيات، هيك تخصصها. نعم. تخصصها. نعم. وكانت وبالسجلها التجاري هذا موجود مش كلام. نعم بالسجل تجاري. تم تعديله بعد سنة. رأس مالها 100,000 المسجل حسب الوثائق الرسمية. نعم. واستلمت بنية تحتية ب8 مليون، واستلمت موظفين مدربين هيئتهم المفوضية نفسها، ثم تم بيع المشروع بثمن بخس في مخالفة قانونية دستورية. أرباحها بالسنة تقريبا يعني أنت بتتكلم في 2009. في 2009 هذه الشركة كان تقريبا حوالي 5 مليون إيراد 5 مليون. يمكن الآن يجيك يقول لك لا هذا مش الصافي، اخصم في كل الأحوال. نسبتها للأرباح
15% للمفوضية، 85% للمالك اللي حط 100,000 عشان أسلموا ساحات ب8 مليون وسلموا فوق 200-300 موظف يخفضهم ويخفض عدد المسارب المفتوحة حتى يخفض عدد الموظفين ويكسب على ظهر ابن العقبة اللي دفع كل هذا من ثمنه ومن الضرائب وأثمان الأراضي اللي هو دفعوا إياها بالإجبار والإكراه. هذه الشركة هذه تعود حسب سجلات عدة أسماء موجودة منهم، يعني أنا أقول لك بدي أقرأ قبل هيك حتى نعم. كلام مدير الدائرة القانونية لما أرسل له يعني سؤال عن استفسارات عن الاتفاقية، قال يرجى العلم بأن مديرية الشؤون لم تقم بإعداد الاتفاقية المذكورة، وما حصل هو أن الدكتور فلان الفلاني اللي هو كان مفوض شؤون مالية وإدارية عرضها علي خلال اجتماع مع السادة شركة نافذ، وقمت بإبداء ملاحظات وتم تسليمها لعطوفة الدكتور، وبعد ذلك قام عطوفته بتكليف فلان، واحد منهم الآن في شركة تطوير العقبة في يتبوأ موقع كبير تمام، وتوجهوا لعمان وبحثوا الاتفاقية وتم إعدادها ولم لم تعرض على الدائرة القانونية. يعني في دائرة قانونية في المفوضية لا يعرض عليها شيء. نفهم من هذا الكلام بأن الدائرة القانونية غيبت عمدا وأخذت مسؤوليتها وهنا تخلي. نعم هون، وبقول لك أنا ما عنديش نسخة نهائية. رئيس الدائرة القانونية يشير بأنه ليس لديه نسخة تذكر من هذا. نعم. ولم يستشار فيما يتعلق بهذه النقطة أبدا. وليس لديه أي مسؤولية تذكر مستقبلا. لا يتحمل لو فتح هذا الملف. لو فتح لا يتحمل. موقع والله، بس بدي أداء. نعم موقع هيو. هذا بخط إيده. نعم هي بخط اليد وهي موقع. نعم. بالكامل. نعم. وهي أوراق سلطة منطقة العقبة. بس مرة ثانية بالله بدي لطالما إنه تعرض لهي الصورة طبعا. بالمناسبة المهندسين بس أنا يعني هاي طبعا هذه جاءت بخط يد كما تشير أنت طبعا. نعم كما أشير. أنت نعم هذه بمدير الدائرة القانونية. والمهندسين الاثنين بالمناسبة اللي أشاروا لكثير من فساد العطاءات في المفوضية، ومنها عطاء السد اللي راح نتكلم عنه بالوثائق أيضا، تم إحالتهم على الاستيداع. نعم تم إحالتهم، وهيهم يسوى عصام المهندس أمين الطراولة والمهندس شرحبيل عودة. نعم تم إحالتهم على الاستيداع. المهندسين المسؤولين عن بناء يا سيدي أنت بالنسبة للعقبة إذا كنت مليونير تستطيع أن تصبح رئيس مفوضية في لحظة من اللحظات، تستطيع أن تشتري ما تريد، تستطيع أن تأخذ الشاطئ الذي تريده. إذا كان معك فلوس أنت في العقبة البحر بتملكه غصب عن أي مسؤول. هناك مسؤولين في العقبة والله المجلس الأمني في العقبة ما قدر عليهم. ماشي احنا بدنا نقطة يا سيدي العزيز، أنت تتكلم وهذا الكلام هو منسوب لك. نعم. ونحن طبعا هاي وجهة نظرك. هاي وجهة نظري. لا تتحمل. أنا بتحملها وهذا الكلام مثبت. هي وثائقه. نعم. كويس. الاسم الأبرز يقال إنه رئيس وزراء أهدى هذه الشركة لبنت أخته هدية الخال. شركة نافذ 100,000 في أي بلد هذا بتم؟ تم إهداء هذه الشركة طبعا نعم تلزيم عطاء. نعم عطاء ملزم تلزيم لمدة 10 سنوات. من المسؤول ولماذا هذه المدة الطويلة؟ لماذا هذه المدة الطويلة؟ هذا تساؤل يطرح لوحده. ولماذا هذه تلزم تلزيم عطاء يلزم؟ طيب نعم. هذه الشركة التي أهديت من قبل من؟ يقال وهذا بده جواب. وهذا ليس أكيد طبعا كلمة يقال. نعم. طبعا يقول طبعا هذه الشركة تحقق ما نسبته طبعا لها في أرباح هائلة. نعم أرباح هائلة ما نسبته 85% من قيمة الأرباح. شغلها. نعم. شغل المفوضية تذهب مباشرة إلى هذه الشركة و15% تذهب إلى المفوضية. نعم. لديك تعقيب حول هذه النقطة؟ نعم. تفضل يا سيدي. أكبر دليل على أنه قضية نافذة بالتحديد نافذ كانت هي عبارة عن أعطي أو باب منفعة لجهة معينة أو لشخص معين. شو بيحكي رئيس مفوضية العقبة في هذيك الفترة؟ توجهات. من هو؟ بدون ذكر يعني بدك تذكر أسماء؟
نادر الذهبي. نعم. في وقتها. نعم. توجهات السلطة منذ تولي مهمة تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأن يقوم القطاع الخاص بتشغيله لكفاءة القطاع الخاص بذلك، مما يؤثر إيجابا على قطاع النقل الأردني بشكل عام وتحسين الخدمات المقدمة وتخفيض النفقات. نعم. هل شركة برمجيات مؤسسة لها 7 أشهر هل هي عندها الكفاءة لتدخيل وخروج الشاحنات؟ وهل دخول وخروج الشاحنات من وإلى العقبة بحاجة إلى كفاءة؟ ما هي الكفاءة؟ يعني أنا بودي أعرف ما هي الكفاءة اللي بنحتاجها من القطاع الخاص على أساس ندخل الشاحنات ونطلعها من العقبة. ممكن نسأل هاي القضية. تنزل على العقبة. الشيء الآخر ما هي الإضافة التي أضافتها؟ في مفارقة عجيبة في الموضوع. تأسست الشركة، طبعا الشاحنة قبل ذلك سيدي حتى اوضح الصورة. الشاحنات قبل ذلك. نعم. الشاحنة صاحب الشاحنة هو الذي يدفع. بالضبط. مالك الشاحنة هو اللي بدفع. بدفع 6 دنانير. نعم. كان بالسابق يدفع دينار ونص مش هيك؟ نعم كان يدفع. نعم. هاي الشركة طبعا هذه مباشرة الأرقام، هذا الرقم ارتفع مباشرة حين تأسيس هذه الشركة ل6 دنانير. في وقت تأسيس الشركة ارتفع المبلغ من دينار ونص إلى 6 دنانير. بالضبط. نعم. بالضبط. طيب. يا سيدي، الشيء العجيب في هذا الموضوع انه هاي الشركة تأسست ب 13/2/2007. طيب. وفي 12/11/2007 أخذت العطاء. نعم. أخذت العطاء بطريقة التلزيم. يعني وكأنها تأسست حتى تأخذ هذا العطاء. وكأنها تأسست لهذه الغاية. نعم. وكأنها تأسست لهذا الغاية. هذا يا سيدنا بدل على أنه الشركة هاي هي عبارة عن شيء اتجمع وتأسس على أساس يتنفع بقضية نافذ. الشيء المهم، أنا لما بجي على شركة عبارة عن شركة برمجيات وبحب أحيطك علم وأكد لك أنه للأسف حسب الاتفاق الموجود ما بين نافذ وما بين المفوضية، مش مطلوب من نافذ تدفع لا ضريبة دخل على دخلها ولا أجرة المواقع اللي هي بتستخدمها لغايات تشغيل قضية دخول وخروج الشاحن. باتفاق ل10 سنوات. وعمر الاتفاقية 10 سنوات. لسه في نقطة مهمة، يعني وكأنه الاتفاقية هي رعاية لنافذ، وكأنه المفوضية معنية في أنها ترعى نافذ. طيب أخ عصر. طيب دقيقة بالله حتى نوضح، حتى إحنا نفهم الصورة أكثر منكم طبعا. نعم. والمشاهد يفهم كذلك. يعني بنص الاتفاق المبرم ما بين المفوضية والشركة إنه إعفاء تام من الضريبة ومن أجرة المواقع اللي بيتم استخدامها من قبل نافذ. هكذا هذا الصيغة. نعم. عندكم نسخة من الاتفاقية؟ موجود عندكم؟ موجود. طيب قبل ما تبرزها، في معي اتصال هاتفي من معان الأخ غالب الخطاب. الخطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غالب الخطاب. أهلا أستاذ غالب. أهلا. مسيك بخير. انت ولي معك. مساء النور يا سيدي. يا هلا. بدي بس انت بالنسبه لجهلي على موضوع انه الشركه هذا 100,000. نعم. اللي مات المشروع ب5 مليون. ليش ما يطلع يحكي الاسم اللي ما اسم صاحب الشركه واللي اعطاه الشركه؟ ليش ما يعرض اعلان يكون الاردنيين يتوبوا؟ ليش نخبي احنا؟ ليش لا بنخبيش. صاحب الشركه صاحب. انت تسال قبل ذلك يسال عن مالك الشركه اخ غالب. من يدير الشركه؟ يرفعوا على الاعلان. دقيقه والله دقيقه. من يدير؟ دقيقه. غبي يحكي منو هو؟ من هو؟ نعم يا سيدي. مين هو صاحب الشركه؟ الكلام الشركه بالإدخال بالإدخال. طيب بدي جوابك يا غالب. ثواني بس أستاذ غالب. القضية أنا كنت بدي أطرحها الآن. الكلام الذي يدور في العقبة أنه رئيس المفوضية دولة نادر الذهبي منح هذه الشركة في عهده، هذه الاتفاقية تمت، والمسؤول في الشركة الست نورة مهيار اللي الآن هي في صراعات كل يوم والثاني مع الموظفين اللي مهضومة حقوقهم. المفاجأة الأكبر أنه من قاد عملية التفاوض من المفوضية مع شركة نافذ، بعد انتهاء التفاوض انتقل
من المفوضية ليكون مدير وموقع إداري في شركة نافذ. وهذه ليست نعم. المالك الإدارة، المالك في عدة أسماء، ربما الأستاذ عصر موجودة في الوثيقة عنده، لكن الاسم الأبرز والذي هو في الواجهة نور مهيا، هذا اللي في الواجهة. وهذا تساؤل احنا بنطرحه ومطلوب جواب حقيقة من دولة نادر الذهبي. نحن طالب والله نادر الذهبي يجب أن يأتي ويحاكم في العقبة فعليا على ما جرى في العقبة في عهده من كوارث. يجب أن يأتي تعقد له محاكمة هناك. أنا أطالب من هذا المكان حقيقة، مش مستحي ولا خايف. نادر الذهبي الشواطئ اللي باعها، المشاريع التي عقدت فيها، لننثر الرمال ذهب نثرها ذهب، لكن لناس متنفعة وتنفع منها ذهب بالفعل، وما نال أهل المدينة في تلك الفترة إلا غبرة الفوسفات اللي لحد الآن يا دوب يمكن الآن على وشك مشكلتها تنتهي. حقيقة هذا الموضوع لا نهاب في أحد، وإحنا أبناء العقبة. طيب أتمنى رئيس الوزراء يكون سامع إلى الشيء هذا، وأتمنى من جلالة الملك يكون سامع للشيء هذا وكله يتحاسب. لما هذا تفكر عن الفساد، هذا تفكر عن أي فساد. نعم. أي فساد يقول في عندي كمان 4-5 مشاريع فساد. صحيح. وين رئيس الوزراء بيقول بدنا حاسب المسؤولين ولا حاسب الفساد؟ أنا يعني مشروع نافذ هو لوحده والله بده حلقة لحاله. يا سيدي بده حلقة راح نخصص حلقة. طيب والله لازم يا باشا، والله يا أخوي لازم. طيب نوعدك إن شاء الله بإذن الله أخ غالب. كل واحد اللي عنده شيء يبدعه، ما في تخبي، ما في شيء مخبى. كل واحد يخبي. أستاذ غالب بلدنا انباعت وتدمرنا وانذبحنا ويانا لا تفليل عن دوار في هذا الشهر، عندنا 400 واحد عاطلين على العمل. نعم. طيب ولا دائما خالد 4-5 خالد. أستاذ غالب آل خطاب من معان، شكرا يا سيدي على اتصالك، وإن شاء الله نحن سنعمل أو سنخصص أكثر من حلقة لهذا الموضوع يا سيدي نظرا لأهميته. القضية الأعظم نعم ولمعان تحديدا القضية الأعظم اللي في المدينة هاي شركة نافذ ملف لوحده. القضية الأعظم والملف القديم الجديد واللي بيعاني منه كل أهل البلد قضية الأراضي، قضية الشواطئ العامة. الشواطئ العامة تخيل احنا اخذنا قلته في المقدمة من السعودية 12 كيلو، 45% من شاطئ العقبة للمشاريع السياحية. هل يعقل دولة شاطئها 27 كيلو متر تملك المستثمر شاطئ؟ انا قابلت معالي نادر الذهبي لما كان معالي وكان رئيس المفوضية، فقلت له الفنادق اللي موجودة على الشاطئ الشمالي، قال انا بيقول لي انا مش مسؤول عن الماضي، أنا إلي في الحاضر حضرته كمبنسكي في أيامه. الآن الشاطئ الشمالي لما أنشئت سرايا كان بإمكانهم يرجعوا كل الفنادق خلف الشارع ويرجع الشط عام، لكن متنفذين. على الشاطئ الجنوبي انباع المتر للتلبية بدينار، والتلبية باعوه ب500 دينار كارد وبآلاف الدنانير كشقق وب4 مليون الشقة. انباع عندك يؤجر على ايد عماد فخوري مدير مكتب جلالة الملك، اجر 22 دنم على الشاطئ الجنوبي بقيمة 10 دنانير. طيب قبل موضوع الأراضي بحاجة إلى محور خاص طبعا في هذه الحلقة، لكن أنا أريد أن أتحدث عن شركة المعبر. شركة المعبر تحدثتم أيضا في حواراتكم. هي من الأراضي. نعم من الأراضي يا سيدي. أستاذ عصر، فيما يتعلق بموضوع أو قضية المعبر تحدثتم أيضا في حينما خرجتم في العقبة في الشارع وخلال مسيراتكم واعتصاماتكم ولقاءاتكم عن موضوع المعبر. الناس تتساءل يعني ما المقصود بذلك؟ يا سيدي شركة المعبر قامت بشراء مؤسسة الموانئ وجزء كبير من الأراضي اللي تقريبا بتكون امتداد لمؤسسة الموانئ بحدود 500 مليون تقريبا. للأسف 500 مليون دولار 500 مليون دولار. نعم. مليون دولار. للأسف هاي الشركة في لحظة معينة بجوز 2013 تقريبا مطلوب من الحكومة انها تسلمها الموانئ، طبعا على امل انهم يقوموا باستثمارات سياحية. والشركة الان بتعاني من مشاكل مالية نتيجة الازمة الاقتصادية، وهي بالمناسبة شركة خليجية. الان الحكومة لغاية الان ما انتهت من الميناء الجديد،
والميناء للأسف حجمه صغير جدا وقد يكون غير مناسب لحجم البضائع اللي تأتي للعقبة. اللي راح نعم. فمطلوب من الحكومة الأردنية أنها تدفع تعويضات لشركة المعبر بدل تأخير عن تسليم مؤسسة الموانئ. يعني احتمال كبير أنه ندفع المبلغ اللي دفعه المعبر. يعني ممكن نصل لرقم تعويض للمعبر الثمن اللي هو دفعه لمؤسسة الموانئ، وبالتالي كأنه احنا اعطيناه مؤسسة الموانئ وامتداد الأراضي اللي ما فوق مؤسسة الموانئ كان اعطيناه اياها مجانا. وهذا احتمال كبير يعني لا تستبعد. يا سيدي المعبر انباع واجهة بحرية فوق 2 كيلو 350 مليون دينار أو 500 مليون دولار لما يحب يكبروا الرقم. أنا الآن بدي أجيب